60. عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب من قصص يوسف في كتف، فجعلت تقرأ عليه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلون وجهه، فقال والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف وأنا فيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. فهذا أيضا صريح إخواني الأعزاء بأن ماذا؟ بأن هذا عائلتهم، إن آل خطاب بأجمعهم من أين جاء لحفصة هذا الكتاب؟ اليهود ما كانوا يأتون في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيهن كتبهن، من أين جاء لها؟ معلوم إن والدها والد حفصة هو الذي كان يأتي بكتب اليهود، يأتي يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثاني يوم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يستحي من الله، وبعد ذلك يعطي الكتاب إلى حفصة. بل وأيضا مما رواه الصنعاني في مصنفه، هذا كان الجزء السادس، ولكن في الجزء العاشر من مصنفه المصنف لعبد الرزاق الصنعاني الجزء العاشر، طبع 1403 في المجلس العلمي. في هذا الكتاب لو نراجع إلى صفحة 313 313 رقم الروايات 19213. أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي وعن عبد الله بن ثابت، وقال عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت قال جاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني مررت بأخ لي من يهود إنه أخ من اليهود فكتب لي جوامع من التوراة أفلا أعرضها عليك؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عبد الله مسح الله عقلك ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. فسري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لظللتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. بل فإنه يأتي كرارا ومرارا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرض عليه كتب اليهود. وأيضا يروي أحمد بن حنبل في مسنده هذا مسند أحمد بن حنبل مسند أحمد بن حنبل الجزء الرابع طبع دار إحياء التراث العربي في